عوص يا باشا، عوص. روح روح يا باشا. يا لهوي. لا والله العظيم 3 عيد، في عيد النهارده. رهيب. يلا عشان عايز اخد دوري. واستنى عشان في راس لسه. طب اتفضل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير يا رب. واهلا بيكم معانا في فيديو جديد من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا انا وايمان، وهي فيديوهات السي فود. سي فود. احنا ما بنصورش سي فود كتير عشان احنا قاعدين في القاهره، فمش مقتنعين بصراحه بالناس بتوع القاهره قوي. في ناس حلوه طبعا، بس محدش لسه يقدر مفيش يقول حد لا، عارف يظبطه 100%. بس احنا يعني فاحنا المره دي فرصه بقى استغلناها ان احنا موجودين في اسماعيليه، وقلنا بقى نصور لكم مطعم من المطاعم اللي بصراحه ربنا الناس بتسافر له من محافظات كتير قوي وبيجوا بالطوابير ما شاء الله، كل ما تروح تلاقيه ويتنج ليست. فالنهارده هيبقى معانا ومعاكم مطعم الصلاة على النبي. الصلاة على النبي من المطاعم اللي انا كنت حاضرها اصلا من زمان، من قبل ما يبقى عنده المبنى الكبير ده، ربنا يا رب يكرمه فيه يا رب. انا من زمان قوي وانا معاه، من ايام ما كان لسه مكان صغير خالص كده. أيوة. وبيبص على الترعه مش عارف او القناه، حاجه بسيطه كده. كان فين؟ والله كان في نفس الطريق بتاع البلاجات ده، بس كان فاتح قدام كده البحيره دي. ايوه. فانا معاه من زمان. انا بسأل عشان اجمع المكان عشان اقول لك فين. حاجته بصراحه ربنا جميله جدا يعني. بس فاحنا جبنا من عنده كده 3 حاجات كده في السريع. هو طبعا المنيو بتاعه كبير ما شاء الله. بس احنا جبنا اكتر 3 حاجات انا وايمان بنحبهم. ايوه بالظبط. فهنبدا يلا بسرعه مع بعض مع اول حاجه من مطعم الصلاة على النبي. اصلا الشنطه قد ايه؟ يعني اصلا الشنطه اصلا جميله، يعني الشنطه اصلا فعلا حلوه. سلطات يا باشا، احلى واجب السلطات. ننزل يا باشا مخلل على سلطه خضراء على طحينه. ادي. هو انا اطلع حاجه معينه ولا احنا وحظنا؟ احنا وحظنا. بصي دي اول حاجه طلعت معايا على الوش، هنشوف دي ايه. يعني ايه، هحاول ده كده اول حاجه. ده طاجن ده انا جايب طاجن ميكس جمبري على صوبيا، اللي هي صبيط. جمبري على صبيط وايت صوص بقى، وبيبقى اخد وش كده في الفرن. استنى اوريهولكم. استنى بصوا اصلا الجمبريه لوحدها قد ايه في الطاجن. طاجن. وعنده بقى ميكسات تانية، يعني احنا اخترنا بس اللي هو ايه، صبيط على جمبري. بس هو بقى عنده بطارخ، عنده بيض صبيط، عنده مش عارف ايه، ميكسات بقى كل حاجه. صبيط. انا ريقي بيجري. يلا اضربي. بسم الله. غير الوش بتاع الكريمه طبعا والجبنه، ده من الحاجات الجامده قوي. سخنه. هو باين عمال يطلع دخان وانا خايفه اتلسع. هنا بقى ما ينفعش نقول تقييم، او ما ينفعش نقول، انا مش هقول حاجه، انا هاكل. كم من 10 خالص. هو احنا هنا ايه، نقول ايه 1000 من 10 مثلا. والله انا عايز اوريكم البتاع بس خايف ينقط عليا. اهو استنى. بصوا الجمبريات دي يا جدعان، وحاطط فلفل الوان بقى
وخضره وكده، مروق عليه. انا عايزه اطلع واحده الله. بصل. المكونات: جمبري و سوبيا او اللي هي بتسموها صبيط، وحاطط فلفل بصل وفلفل الوان. انا باكل يعني اشرحي انت. انا باكل وكريمه بقى، وبيبقى عامل اخد وش كده جبنه من على الوش، حاجه كده يعني وهم وخيال بجد يعني. اصلا يعني انا مش متخيله حجم الجمبريه يعني. في الطبيعي الناس بتحط في حاجه زي كده بتحط جمبري صغير مش الحجم ده. وتقطيعة الصبيط كمان مش رفيع، فهو تخين عشان تحس بطعمه. لا بصراحة ربنا جميل 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 جميل. انا لو هكمل يعني، لو ما كناش في حاجة تانية هقعد اكمل. نروح على اللي بعديه. تاني حاجه معانا، بصوا العلبه دي فيها حاجه برضو دمار جوه، فيها فيل. فيها دمار. بس العلبه انا كبيره. نسيت اقول لكم صحيح ان الأسعار؟ الطاجن الطاجن اللي هو المشكل كريمه ب 230 جنيه. اوكي. قول لهم بقى احنا معانا ايه تاني حاجه. احنا معانا تاني حاجه عشق معانا عشق. معانا حاجه يعني مش عارفه والله، استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ هنوريهولكوا طبعا من قريب، بس ايه بصوا. ده طاجن مكرونه وايت صوص سي فود. اديله طاجن مكرونه سي فود بالكريمه. حاجه كده الوش بتاعه اصلا تحفه والله العظيم. يعني حرام تاكله يعني ايه، اخاف اكله. نتصور جنبه بس. تصور جنبه بس. الله. برضه سخن، خلي بالك سخن سخن. ده بقى تلاقي بيبقى تقريبا بيبقى جمبري بس. جمبري بس ولا جمبري وصوبيا برضو؟ لا انا فاكره ان هو جمبري بس. يعني يا رب اكون انا فاكره صح، بس عشان الزهايمر. ولا هو اصلا لا جمبري وصوبيا؟ هيبقى فيه برضو الزهايمر ماشي. الله. الله يا ولا يا جدعان، اللي عايز سي فود يجي بقى يجي ياكل سي فود في اسماعيليه. والله العظيم رائع. والله العظيم ثلاثة، اللي عايز سي فود يجي ياكل سي فود في اسماعيليه. احلى مكان ممكن تاكلوا منه سي فود عظيم وتشتروا كمان. يعني اقصد تشتروا سمك ني وتعملوه انتوا. يا جماعه مش قادر اقول لكم، احنا مش قادرين نوقف اكل. يعني احنا المفروض بنعمل ريفيو بس مش قادرين، احنا بناكل. بصوا الجمبري واقع. لا ومغرق وشها اصلا، عامل لها وش حلو قوي. سخنه. برضو هو عامل مكرونه حاطط فيها قطع صبيط وجمبري. صبيط بقى الاثنين واحد. ما هو عشان الناس بتعرفه بان هو صبيط. احنا اوكي. الاسماعيلويه صبيط ده يقول لك عصير، حاطين عصير. صبيط وجمبري، مكرونه وايت صوص عادي، ومقطع معاها فلفل الوان برضو، وحاطط اللي هي الخضار ده اللي هو البقدونس وشبت وكده. جميله جميله فوق الوصف. والوش بقى وش الجبنه العظيم. ما انا ليه ما طلعش معايا جمبري ده؟ لا طلع معايا اتنين. بصوا الجبنه، شايفين الجبنه جميله جميله فعلا فوق الوصف. بكام بقى؟ هذه المكرونه ب 160 جنيه وكبيره. عايز اقول لك حجمها كبير جدا، يعني اصلا ممكن 2 ياكلوها. حجمها كبير فعلا، يعني لو 2 مش اكيله قوي ياكلوها اصلا، صح؟ مليانه بصراحه.
نخش على بعضه عشان حاسه انا شبعت. شبعتي وده تشبع منه. نخش على اخر حاجه معانا. نخش على اخر واهم حاجه معانا، اعظم ما انتج البحر بالنسبه لي، اعظم ما انتج البحر بالطريقه دي، بالسوى ده، بالمنظر ده، بالشكل ده، الا وهو من عند الراجل من عند ده. الراجل ده، وهو الجمبري البترفلاي. ده جمبري البترفلاي يا جماعه، اللي هو والله العظيم الثلاثه انت بتاكله من هنا. انا ما بقاش، انا فرحان ان انا هاكله اصلا، اقسم بالله. غير مش اساعدك عارفه افتحها. اساعدك الصوص بتاعه بقى، اللي هو صوص ايه؟ الزبده. الله يعني تشمه كده، ما ينفعش يشموا الريحه والله العظيم ثلاثه من كتر الجمال. الجمبري ايه والله العظيم من كتر الجمال يا جدعان. بصوا المنظر، والله العظيم حاجه. شم كده، شم انت طيب. يعني شم لهم. طيب انا هشم لكم. الله، هم اكيد لما يشوفوا النور وهو بيقطع. لا لازم العربيه خلاص الكهرباء بتاعتها باظت. مش قادره. يلا يا باشا سمي. انا همسك لك. ايوه فصصي واحده ايوه. وحطي في الصوص ودوقي. احنا هنعك بقى. لا نعك ايه؟ لا متعكش. ده بقى لازم الراس تتاكل، ما ينفعش تتساب. انا بمصمصها بصراحه. ما ينفعش تتساب. استنى بس عشان انا ايه. تيك يور تايم. بصوا الجمبريه لما بتطلع كده حته واحده، ده بيدل على ان الجمبري طازه. عوص يا باشا، عوص. روح يا باشا. يا لهوي. والله العظيم ثلاثة عيد، في عيد النهارده. رهيب. يلا عشان عايز اخد دوري. واستنى عشان في راس لسه. ده بتفضل. يا جماعه والله يا لهوي ريحته تخبل يا جدعان. لازم تيجوا تجربوا. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طب ممكن اخد دوري؟ معلش، والرجل بمثل حظ الانثى مره تانية، فانا هاخد 2. مش باكل الراس. اصور 2 وبعد كده انت تصوري بقى تاني. اديله يا حماد. اديله يا حماده، ما ترحموش. نقطع الراس كده. الصوص ده رهيب قوي، رهيب. الله، نفك الجمبرية كده. يا سلام على الجمبرية وهي بتتزفلط كده. لا في حتة وقعت مني، لا اهي. خد الصوص. ونيجي بقى ايه، نروح عاملين كده. سقسق يا باشا، سقسق. نروح عاملين كده. تحس ان انت عايز تاكل القشره بتاعت الجمبري والله. نفسها كمان. يا لهوي. والله العظيم احنا مش بنعمل يعني دعايه للمحل ولا اصلا ولا اي حاجه. دعاية ايه؟ هو حرفيا، هو مش محتاج دعاية ما شاء الله اصلا. حرفيا يعني لا من احلى الاماكن اللي ممكن تاكلوا فيها سي فود. يعني سي فود بره في حته، وعنده في حته وفي اسماعيلية عامة في حتة وفي اسماعيليه في حته تانية بأمانة يعني. هو انت دي تاني واحده تاكلها؟ لا دي أول واحدة. لا دي تانية. دي التانية. أول واحدة. أنا لسه أسألني الناس أهو. دي التانية. دي أول واحدة. بصوا يا ولاد، بصوا يا ولاد. دي التانية. والله العظيم مش عايز حاجة تانية من الدنيا. احنا برضو ما بنقولش كام من 10 خالص. لا ما تحكمش عليه ده. ما تحكمش عليه. ولازم تزروط ايدك كده. هاتي استنى اساعدك. يلا يا باشا روح. لا يا جماعه جامد قوي والله العظيم. بينقلك في حته تانية. انت لو متضايق او عايز تغير مودك كده، كل جمبري بترفلاي بالصوص بتاع الزبده ده. تحس ان انت ساتسفايد كده، انت منتعش، انت مبسوط، انت مرتاح، انت نفسك تنزل تجري، انت نفسك تنزل تبسط اي حد حواليك، انت اتجننت كده زي
الله. الباقي بتاعي صح. الطلب بقى احنا جايبين من عنده طلب. الطلب بتاع الجمبري كبير باتر فلاي ب 195 جنيه، بيبقى عباره عن 6 جمبريات معمولين في الصوص بتاع الزبده، وبيديك معاهم كمان علبه صوص زبده اكسترا. انت بقى بص بقى، نصيحه من اخوك، خلص بقى اكله الجمبري دي بس ترمي بقى القش في طبق تاني، تلاقي شويه سمنه تحت كده، تاخدهم ما ترميهمش، عشان انا محتاجه تعمل بيهم اي حاجه، تعمل بيهم بقى بيضتين، تعمل بيهم تحطهم في كيكه، تحطهم في اي حاجه. الزبده دي ما تسبش، السمنه دي ما تسبش. خلاص ثواني بس عشان في الجمبريه محتاسه معايا. فبنختم الفيديو ونكمل. نختم ونكمل. بس دي كده تجربتنا البسيطه عن مطعم الصلاة على النبي. طبعا هو عنده اصناف كتير واسماك وبتبقى على حسب سعر اليوم. لا هو يستحق التجربه. الناس أيوة. شباب مكافحه من زمان قوي فعلا، لغايه اما ربنا كرمهم بالمكان الكبير قوي ده. ربنا يا رب يملاه دايما خير وبركه يا رب. وفعلا هم يستحقوا، هم ناس اصلا محترمه جدا حتى في التعامل، وعلى طول موجودين في المكان اصلا يعني. وانت هناك بتلاقيه حواليك وامورني عايز ايه اعمل لك اللي انت فاهم. لا هم ناس كويسه قوي. الحاجه بتاعتهم طازه، عضه الجمبري فريش قوي، الحاجه معموله باتقان بمتانه، الحاجه معموله بكواليتي عاليه، ما بيستخسروش عشان يوفروا، لا هو بيعمل حاجه باتقان وعارف ان حتى لو الحاجه انا ما اعرفش هو بيكسب ولا ما بيكسبش، بس اكيد ما بيخسرش يعني، فاهم ازاي؟ بس في نفس الوقت لا هو الاسعار كمان مش مبالغ فيها كومبيرنج باسعار تانية بنشوفها في القاهره، وما بتبقاش بنفس الكواليتي ده. صح. فده كده مجمل ختام الفيديو بتاعنا عن تجربتنا في مطعم صنع النبي. طبعا احنا ما جربناش بقى الطحينه، هي الحاجات دي عاديه يعني. في سلطات وحاطط عيش كمان بهريز. لا وحاطط عيش كمان مع الاوردر غير السلطات بس دي. فدي تجربتنا عن مطعم الصلاة على النبي. يا رب تكون التجربة عجبتكم، واللي ما جاش لازم يجي، واللي جه لازم يجي تاني. ايوه. كان معاكم سليم وإيمان في يوميات سليم وإيمان. باي باي.